أصدقائي متابعين قناة أبو البدر سات على يوتيوب، تابع مباراة الجزائر وبوليفيريا الآن يا حضرات على قمر نايل سات بشكل مجانا. المباراة الودية الأخيرة لمنتخب الجزائر أمام بوليفينيا الآن يا حضرات، لاستعدادا لكأس العالم 2026 وبالتوفيق للمنتخبات العربية. هنتعرف على التردد يا حضرات، وهنزل لكم القناة شغالة بدون أي مشاكل على قمر النايل سات. أولا بتفتح التركيب، بتفتح المنيو يا حضرات، بتروح لحاجة اسمها تركيب، تضغط عليه أوكي. انزل على قائمة الترددات ودوس اوكي مباشرة. دوس على الزرار الاحمر في الريموت عملية اضافة تردد جديد. هنكتب مع بعض التردد يا حضرات: 11 6 7 9. معدل الترميز يا حضرات هيكون 27500. 27500. الاستقطاب يا حضرات هنا هيكون افقي، يعني حرف الاتش، القناة بتعمل بجودة الاتش دي. اضغط اوكي. هيقول لك المرسل موجود علشان تتابع المباراة على النايل سات. هتضغط اوكي مرة اخرى. لو القناة ما نزلتش معاك يا حضرات، اعمل حذف للتردد وضيفه مرة اخرى. بعد ما تدوس اوكي علم علامة الصح معاك وتأكد ان يكون جايب معاك اشارة. اهم حاجة تكون في جايب معاك اشارة محترمة. دوس على الازرق عملية البحث. بعد كده حضرات مش هتعمل اي شيء في الخانة دي غير كلمة البحث عن الشبكة، خليها غلق واضغط اوكي. مبروك عليك القنوات يا حضرات، التردد ده هينزل معاك 9 قنوات فقط. والقناة اللي هنتكلم عليها حضرات النهاردة هي قناة الجزائرية الأرضية حضرات على النايل سات. هي الوحيدة اللي واخدة الحقوق يا حضرات. هتذيع مباراة الجزائر وبوليفينيا، المباراة الودية حضرات على نايل سات. القناة دي شغالة بشفرة البي سي حضرات، هنشرحها لكم برضو مع بعض. ولكن القناة بجودة الاتش دي حضرات، وده التردد بتاعها. بعد ما توقف على القناة كده حضرات عشان تضيف شفرة البيس، لو انت معالج سان بلس اضغط زيرو. دي الشفرة يا حضرات اهي. مش هقدر اعرضها اكتر من كده، اضيفها وبعد كده ادوس على الازرق تاكيد. انا ما اعرفش اضيفها اكتر من كده يا حضرات عشان باخد مخالفات بسبب هذه القنوات. لو انت ما عندكش كلمة تدوس زيرو وتظهر لك النافذة دي يا حضرات، لا احنا حللنا لك المشكلة دي يا حضرات. بتروح لحاجة اسمها المنيو، بعد كده بتروح لحاجة اسمها الوسائط المتعددة وتضغط اوكي. بتنزل على حاجة اسمها بقعة، اضغط اوكي. دي القنوات اللي عندي يا حضرات اللي هي شغالة بشفرة البيس. بتدوس على الاحمر اضافة. بعد كده بتكتب البيانات هنا يا حضرات. طب البيانات دي هجيبها منين؟ هديها لك انا برضو. هروح للقناة كده حضرات اللي انا هديك بياناتها. خد جميع البيانات دي حضرات سكرين شوت، وضيف نفس البيانات دي حضرات في الاضافة اللون الاحمر ودوس اوكي. مبروك عليك القناة هتشتغل معاك بدون اي مشاكل على قمر النايل سات لعام 2026، واستمتع بهذه المباراة. لا تنسى الاشتراك في قناة ابو البدر سات علشان تستفيد. القناة دي رسميا حضرات هتذيع مباراة الافتتاح في كأس العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.